هاني شاكر كان هيتجوز على مراته نهلة. ايه اللي حصل ومش هتصدقوا ازاي عرفوا بعض؟ طبعا كل اللي بيشوف نهلة وهاني شاكر وقصة الحب اللي بينهم اللي استمرت 40 سنة كاملين يقول دول اكيد اتجوزوا بعد قصة حب قوية جدا، لكن الحقيقة مش كده خالص. الحقيقة بقى ان هاني شاكر كان خاطب واحدة تانية قبل نهلة وكان بيحبها جدا، لكنها سابته. وقتها هاني اتصدم وعاش أيام صعبة قوي، وقرر لو اتجوز تاني يكون الجواز صالونات. وفعلا كان بيتفرج على فيديو فرح لحد من اصحابه وشاف نهلة في الفيديو وقرر يتقدم لها، واتخطبوا 4 شهور واتجوزوا بعدها. وطبعا الطريقة دي كانت غريبة شوية، والكل توقع ان الجوازة دي مش هتكمل خالص، خصوصا وان بعد الفرح بشهور اتفاجئت نهلة بواحدة بتتصل بيها وبتدعي انها مرات هاني شاكر وانها كمان مخلفة منه. طبعا نهلة كانت ست عاقلة جدا وما صدقتش الكلام ده، وفعلا الايام اثبتت لها ان ده كان حد بيحاول يبتزهم مش اكتر. بس هل هاني شاكر فكر بعد كده يتجوز على نهلة؟ هاني اتسأل السؤال ده من المذيعة أسماء إبراهيم، بس رده كان مستحيل. راحت أسماء قالت له حتى وانتوا متخانقين؟ راح رد عليها هتجوز على نهلة في حالة واحدة بس، لو لقيت حد زيها، بس دي ست مفيش زيها 2 في العالم، مفيش حد زي نهلة. عايزين نقول لكم في النهاية حاجة محدش يعرفها، ان نهلة كانت رافضة رحيل جوزها عن العالم، لدرجة انهم قالوا لها خلاص مفيش امل، بس هي كانت مصرة يفضل محطوط على الاجهزة. بس لما اكدوا ليها انه مات خلاص وقعت من طولها وما فاقتش غير بعد ساعات.